كابتن ناصر لبد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة جلوسا، بنمسي عليك الأول وحدثنا عن هذه لعبة كرة الطائرة جلوسا، وأنت في مكان ونادي فارسات فلسطين لكرة الطائرة جلوسا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح احنا في الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة جلوس كان همنا الاول والاخير مشاركة دولة الحاجات الخاصة السيدات لكرة الطائرة جلوس، وعملنا على انشاء اول فريق لكرة الطائرة جلوس في تاريخ دولة فلسطين. يعد هذا الفريق اول فريق طائرة جلوس سيدات في دولة فلسطين. كان الهدف من تكوين هذا الفريق المشاركات الخارجية. زي ما احنا بنعلم انه رياضة المعاقين كانت في الاول عبارة عن رياضة ترفيهية، ولكن بسبب البطولات الخارجية والمحافل الخارجية في البطولات أردنا أن يكون لنا فريق كرة طائرة جلوس سيدات يخصنا، حتى يكون لنا مشاركات خارجية ومشاركات في الأول محلية ثم خارجية وتمثيل دولة فلسطين في المحافل الخارجية. حدثنا كابتن ناصر عن نادي فارسات فلسطين سيدة القبلة كرة الطائرة. حدثنا عن هذا النادي ونشأته، إذا عندك يعني معلومات عن هذا النادي. صحيح، نادي فارسات فلسطين هو النادي الأول المتخصص في دوري الحاجات الخاصة. احنا لما توجهنا لهذا النادي عصبت انه يكون عندنا اول فريق طائرة جلوس سيدات في تاريخ فلسطين، فاخواننا في ذوي الاعاقة ثابروا بمجهودات اختنا سوسن الخليلي انها يكون اول فريق او اول نادي يختص في ذوي الحاجات الخاصة للسيدات. فاحنا تعاوننا مع نادي الفارسات حتى نكون اول فريق في تاريخ دولة فلسطين بيهتم في الطائرة جلوس للسيدات. طيب شو رسالتك انت، رسالة تحب تحكيها انت لهذا النادي او لهذه اللعبة بصفة رسمية او لألعاب الطائرة بصفة رسمية اللي هو جلوسا، يعني شو انت رسالة تحب ترسلها باختصار؟ تفضل يا كابتن. بالنسبة للطائرة جلوس احنا رسالنا للحكومة انها تهتم في هذه الفئة، لأن هؤلاء كلهم أبطال مثلوا فلسطين في المحافل الخارجية ورفعوا علم فلسطين في المحافل الخارجية. نحن نسعى إلى الاهتمام في هذه الفئة بزيادة من الحكومة، تقديم المساعدات إلى هذه الفئات. ورسالتنا إلى هناك في لجنة أولمبية، هناك في لجنة في وزارة الشباب والرياضة، هناك في كمان مؤسسات عليا، يعني شو انت بتحكي يعني كمان؟ شوف احنا بالنسبه له احنا بقول لك كحكومه كجسم واحد من لجنه برلمبيه من وزاره الشباب والرياضه من مجلس اعلى. احنا بنوجه رسالتنا بنوجهها للحكومه، الحكومه شامله في كل الجسم الرياضي تاعها اللي هو مختص فيه. فاحنا رسالتنا برضو الى اهالي هؤلاء ذوي الاحتياجات انه بناتكم لازم يطلعوا في الخارج يمثلوا فلسطين في الخارج. ما يعني بناتكم الحمد لله في ايدي امين، بناتكم في فرحه وصرح في هذا اللعبه. فاحنا بنوجه لكم رساله انه ان شاء الله اهتمام بناتكم حتى يجوا يمثلوا فلسطين في المحافل الخارجيه. كابتن ناصر لبد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، احنا نشكرك، انت دائما معنا في الميدان ونحن سعداء انت ضيفا معنا في وكاله تيم سبورت مباشر. صحيح انا نسيت في الاول اقدم شكر لتيم سبورت، الحمد لله هي يعني الحمد لله متابعه كل نشاطات درجات خاصه، بنقول لهم بارك الله فيكم، احنا بنشكركم في مجهوداتكم اللي بتبذلوها في رعايه هؤلاء الاشخاص، وان شاء الله من اهتمام الى اهتمام اخر وتغطيه اخرى. وبارك الله فيك اخونا فواز على مجهوداتك الجباره اللي بتبذلها في، ولو انه يعني بتاخذ من وقتك لكن انت الصحيح تتعد من هذا الجسم الذي يخدم هذه الفئة. شكرا.